هاتي موزتين وكيس جيلي وتعالي اوريكي احلى حاجة سهلة وسريعة ممكن تقدري ان انتي تعمليها. بصي، هنجيب الموزتين كده ونروح مقشرينهم ومقطعينهم قطع صغيرة. وبعد ما قطعناهم هنجيب كيس جيلي وهنفضي كل المكونات اللي في كيس الجيلي في الكوباية، وهننزل عليه بكوباية. هو هياخد كوباية ونص من المية، بس هنحط عليه كوباية سخنة مغلية وهندوب فيه الجيلي. وبعدين بعد ما يدوب الجيلي هننزل عليه نص كوباية المية الساقعة. دلوقتي خلاص اهو بعد ما داب كده هتقلبيه كويس خالص عشان احنا عايزين الجيلاتين اللي فيه تدوب. خلاص بعد ما دوبناه هننزل عليه نص كوباية المية الساقعة. تعالي بقى هاتي الكوبايات بتاعتك او الطباقة بتاعتك زي ما انتي عايزة. هتحطي كده توزعي الموز اللي احنا قطعناه مع بعض، هتوزعيه على الكوبايات كلهم، وبعدين تنزلي عليه بالجيلي. هنحط نص الكوباية او نص الطبق، مش هنملاه كله. خلاص اهو كده اهو. وهندخلها هندخل الجيلي ده التلاجة لمدة 4 ساعات، واول ما نلاقيه تماسك كده هنطلعه وهقولك هنعمل فيه ايه دلوقتي. بس في الفترة اللي هو الجيلي فيها في التلاجة هنحط هنا عايزين نص كوباية من اللبن او المية، هنحط عليها معلقتين من النشا. يعني هنا نص كوباية من اللبن او المية عليها معلقتين من النشا. جبنا هنا كوبايتين من اللبن وحطينا عليهم 3 معالق من السكر او 5 معالق على حسب انتي بتحبي السكر عامل ازاي. وهنقلبهم، هنحط عليهم النشا اللي احنا كنا عاملينها في الاول، ونفضل نقلب فيهم لحد ما القوام بتاعهم يتماسك. وبعد ما القوام بتاعهم يتماسك هنسيبهم كده شوية يبردوا. هنيجي هنا للكوبايات بتاعتنا خلاص طلعت اهو بعد 4 ساعات. هنحط عليها بسكويت مفروم، ده البسكويت اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات. فرمته كده وشلته في علبة عشان بستخدمه في الوصفات. بعد ما حطينا البسكويت المفروم هنروح نحط عليه المهلبية. البسكويت ممكن تستخدمي اي بسكويت عندك، بسكويت العيد، بسكويت ما بتشتريه من الدكان اللي هو بقى سادة ده من السوبر ماركت، براحتك. هننزل عليه بالمهلبية بتاعتنا اللي احنا عملناها من شوية اهو. وبعدين هنزوقه كده باي حاجة. المفروض ان هو يتزوق بكرز يعني، بس انا ما كانش عندي كرز احمر فرحت كنت شايلة حبة جيلي وحطيتهم على الوش كده اهو. احلى حاجة حلوة تعمليها سهلة وسريعة لولادك وطعمها تحفة يا بنات. يلا جربوها بقى وقولولي ايه رأيكم في التعليقات. قبل ما تاكلوها بتحطوها حوالي ساعة كده في التلاجة عشان المهلبية تتماسك. يلا بقى باي باي، جربوها.